السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جديد بإذن الله. هنعمل مع بعض غدوة سهلة وبسيطة وما توقفكيش كالعادة في المطبخ كتير. ولو عندك كام حتة لحمة كده متبقية من العيد، هاتيهم وتعالي واقولك تعملي بيهم طبق حلو جدا يعجبك جدا ويعجب ولادك ان شاء الله. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي، حابة اشكركم جدا على دعمكم ليا وعلى تعليقاتكم الحلوة. يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. ولو اول مرة بتشوفي قناتي، ما تنسيش الاشتراك في القناة، وكمان تحطي لي لايك لو عجبك الفيديو بتاعي. ويلا نبدأ. بسم الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل كباب الحلة باللحمة، وهنعمل رز بالشعرية جنبه. اول حاجة هنا عندي التوابل بتاعتي: ورقتين لورا، رشة حبهان، ربع معلقة قرفة بودرة، نص معلقة سبع بهارات، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة سكر. عندي كمان كيلو من اللحمة اللي متقطعة مكعبات صغيرة. عندي كمان كيلو بصل أبيض أرباع. أول حاجة هحط صينية على النار أسخنها جدا، بعد كده أنزل فيها بمعلقة كبيرة من الزيت، بعد كده معلقة كبيرة من السمنة. هنزل بعد كده بالبصل بتاعي الأرباع واشوحه تشويحة كده لغاية لما يشف زي ما انتوا شايفين ويدبل. بعد كده هنزل عليه باللحمة المكعبات بتاعتي اللي متقطعة مكعبات صغيرة، عشان طبعا ما تاخدش معايا وقت في التسوية زي ما انتوا شايفين. هنزل عليها بالتوابل بتاعتي كلها. انا بحب انزل على اللحمة بالتوابل وهي لسه نية عشان تشرب من طعم وريحة التوابل، وكمان ما يبقاش فيها اي ريحة زفارة للحمة. بقلبها تقليبة كده واشوحها مع البصل كويس لغاية لما تغير اللون بتاعها. بعدين هنزل عليها برشة من جوزة الطيب. عندك موجودة جوزة الطيب حطيها، مش موجودة عندك مفيش مشكلة، ممكن اوي تستغني عنها. بنقلبها تقليبة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنغطيها ونسيبها. هنعمل بقى دلوقتي الرز. عندي حلة على النار سخنة جدا، هنزل فيها بمعلقة من الزيت، ودي نص كوباية من الشعرية المتحمرة. دي انا محمراها، الشعرية دي انا محمراها وحطاها عندي في دولاب المطبخ، بتسعفني جدا في اي وقت اعوزها. بعد كده بعد ما سخنت الشعرية كويس، هي طبعا متحمرة سخنتها كويس، هنزل عليها بحوالي كوبايتين ونص من المياه المغلية. انا هنا هعمل كوباية ونص من الرز المصري المغسول المتصفي، ونص كوباية من الشعرية. نزلت بكوبايتين ونص من المية. كمان بعد ما نزلت بالمية هنزل بمعلقة ونص صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. السكر بيخليه طعمه حلو جدا ومختلف. بعد هنا ما غلت المية بتاعت الرز معايا، هنزل بالرز المغسول ومتصفي كويس قوي واديله تقليبة واسيبه يتشرب. هرجع تاني لكباب اللحمة بتاعي. انا هنا حابة اوريكم كل مراحل التسوية. هنا البصل كان نزل المية بتاعته وبدأت اللحمة ان هي تشربها. هبتدي بقى انزل عليه بحبة مية مغلية في حبة مية مغلية بالتدريج. كل ما احس الصوص نشف معايا انزل بالمية المغلية عشان تساعدني في تسوية اللحمة. رجعت هنا للرز بتاعي، كان استوى كان اتشرب واستوى كويس قوي. انا بزود مية الرز سنة عشان بحب الرزاية تبقى طرية مش معجنة بس طرية. هنزل عليها بعد السوا تماما بمعلقة كبيرة من السمنة، بتودي طعمه طبعا في حتة تانية وريحته بتبقى حلوة جدا. رجعت تاني لكباب الحلة بتاعي. هنا بقلبه تقليبة، كان طبعا الكمية كلها نزلت كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت اللحمة بالفعل تخش في السوا. كل شوية بشوفه محتاج مية ولا لا، وبعد كده اغطيه وارجع له تاني. هنا كانت استوت اللحمة معايا وكانت دايبة كده زي ما انتوا شايفين. كان ريحته تحفة بجد، وكان بجد قلب المطبخ عندي ريحته.
واللحمة كانت دايبة كده زي ما انتوا شايفين معايا. الطريقة دي انا جربت طبعا طرق كتير لكباب الحلة، دي اكتر طريقة انا حبيتها وعجبتني، ومن ساعتها وانا معتمداها. اللحمة دايبة كده زي ما انتوا شايفين معايا، مستوية جدا. هبتدي بقى انزل الملح بتاعي اللي ما ينفعش انزله من اول التسوية عشان ما تعطلش سوى اللحمة. نزلت بالملح، عطيته تقليبة مع كباب الحلة بتاعي، شلت ورق اللورة، وبعد كده هبتدي اغرف الاكل بتاعي. بعد ما غرفت الاكل بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، الصوص بقى اللي نازل من اللحمة جبار يا بنات، تحفة. كان فاتح كده ولونه كهرماني وريحته حلوة قوي. واللحمة طبعا زي ما وريتها لكم دايبة، بس حبيت ان انا اوريها لكم مرة كمان. مجرد ما بدوس عليها بالمعلقة بتتقطع معايا. حتة زبدة كانت طالعة، حتة زبدة. الصوص بقى اللي نازل معايا من اللحمة ده، باكله يعني بحطه على الرز، اكله مع الرز او اغمسه بعيش زي ما انتي حابة. وتسلم ايديكم مقدما، بحبكم في الله.